السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت ستة ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل بعض الأسئلة المهمة على الدرس الرابع، التحديات البيئية في وطننا العربي. أمامي خريطة. أول حاجة يشير رقم واحد، ده البحر الايه؟ قول يا لولو، ده البحر الايه؟ البحر المتوسط. تاني حاجة يشير رقم اتنين، هنا عندي دولة تعمل على إنشاء الطاقة النظيفة، فاكرينها؟ مدينة إيه؟ مدينة نيوم الخضراء. رقم ثلاثة يشير رقم ثلاثة إلى دولة اللي هي مصر، أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة. صح، إحنا 100 مليون شجرة، السعودية 150 شجرة. يشير رقم أربعة إلى دولة عانت من أكبر موجة جفاف، دولة الصومال بتعاني عيني من الجفاف وندرة الأمطار. اكتب كلمة صح أو خطأ. الجفاف هو نقص كمية الأمطار خلال فترة زمنية محددة. صح. يؤثر التغيير المناخي على درجة الحرارة وكمية الأمطار. صح. يحدث التصحر في الوطن العربي بسبب استخدام طرق الري الحديثة. غلط، القديمة. يساهم القطع العشوائي للأشجار في حل مشكلة التصحر. غلط، يزود المشكلة. الرعي الجائر للحيوانات يقلل من مشكلة التصحر. غلط، ده يزود مشكلة التصحر. المشكلات البيئية في الوطن العربي تؤثر على مستقبل التنمية فيه. طبعا. استخدام مصادر الطاقة المتجددة يسهم في حل المشكلات البيئية في الوطن العربي. استخدام مصادر الطاقة المتجددة يبقى ايه؟ صح، انما غير المتجددة يبقى غلط. استخدام طرق الري التقليدية بيحل مشكلة ندرة المياه. غلط، ده بيساعد على ندرة المياه. تطوير البنية التحتية، تطوير البنية التحتية إحدى طرق مواجهة السيول. طبعا. أكمل العبارات الآتية. يتعرض الوطن العربي لمشكلة التصحر بسبب زحف. زحف إيه؟ زحف الرمال أو الكثبان الرملية. انطلقت مبادرة زراعة 450 شجرة في دولة السعودية. يتم مواجهة ندرة المياه العذبة باستخدام طرق ري حديثة مثل الري بالتنقيط أو الري بالرش. تنتشر بعض مناطق الوطن العربي فيها الأمراض وسوء التغذية بسبب مشكلة إيه؟ التصحر، بيقلل الزرع. نستخدم الري بالرش عشان نواجه أنهي مشكلة كده بنقول لها ندرة المياه. التوسع في استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة يؤدي لتفاقم مشكلة ايه؟ التغير المناخي. اختر الإجابة الصحيحة. أحد أسباب التصحر في الوطن العربي هو إيه؟ هو الرعي الجائر. تستخدم الطاقة المتجددة عشان نواجه إيه؟ نواجه تلوث الهواء. إحدى نتائج مشكلة الجفاف بيعمل لي إيه؟ بيزود زيادة الرعي ولا انتشار الأمراض ولا ازدهار الغابات ولا زيادة المياه؟ طبعا انتشار الأمراض. نبني السدود للحد من آثار مشكلة، هي مشكلة مين؟ السيول. يساهم حرق النفايات في تلوث الهواء. طب تزداد مشكلة ندرة المياه العذبة بسبب ايه؟ بسبب الري التقليدي، يقلل لي المية. يؤدي تدهور الأراضي الزراعية إلى ايه؟ تدهور الأراضي الزراعية يبقى يؤدي للتصحر. صوب ما تحته خط.
زيادة المساحات الخضراء يساعد في مواجهة مشكلة ندرة المياه. غلط. تلوث الهواء. يتم مواجهة السيول عن طريق بناء السدود. كبرها لك اهي. رقم 3، أحد أسباب تلوث الهواء هو زيادة النشاط. إيه اللي يلوث الهواء؟ زيادة النشاط الصناعي. كتر الدخان والأدخنة اللي بتطلع من المصانع تزود تلوث الهواء. تمام كده احنا خلصنا أهم الأسئلة على الدرس. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.